الله وبركاته، اخواتي واصحابي اللي بره مصر وجوه مصر. طبعا شعارنا اللي يحبنا يشترك عندنا. انا عاوز اقول لاصحابي وحبايبي كل تحياتي. طبعا النهارده معانا، طبعا انتوا عارفين ان الدوري هيشتغل من بكره الجوله الثالثه للدوري. طبعا اول الجوله الثالثه عندنا البنك الاهلي هيلعب مع بيراميدز الساعه 5 في الدفاع الجوي، وفي نفس التوقيت هيلعب في استاد حرس الحدود، هيستضيف انبي مع فاركو الساعة 5. وطبعا الأهلي هتلعب بالليل الساعة 8. طبعا ده كان الجولة التالتة. عاوز أتكلم معاكم. طبعا كل الناس بتتكلم على إصابة أسامة أبو علي. أسامة أبو علي عنده طبعا اللهم صل على سيدنا محمد، عنده عمل إشاعة. الإشاعة ظهر في كدمة بسيطة في صابع رجله الصغير في القدم اليسرى، أو قدمه الشمال، بس في قدمه اليسرى في قدمه الشمال. طبعا هو المفروض ان هو مش المفروض ان هو يريح ماتش الاتحاد ويلعب ماتش استاد ابيجان يوم الثلاث. طبعا الاهلي هيريحه برضه استاد ابيجان، يعني هيريح ماتشين الاتحاد واستاد ابيجان. وبكره ان شاء الله هيعمل اشاعه تانية، هيبان ان شاء الله ان هو تشوف اللي ممكن اشاعه هتبان فيها ان هو يعني يتحسن في العلاج. طبعا هو بيدوله علاج مكثف عشان خاطر يريح الاسبوعين دول، بس الاهلي مش عايز يدافع بيه في ماتش استاد ابيجان. ده اللي بخصوص وسام ابو علي. وان شاء الله طبعا الناس كلها حاطه على قلبها، عشان طبعا كله عشان خاطر عارفين ان الاهلي داخل على كاس عالم، والدوري طبعا احنا محتاجينه. وطبعا دلوقتي كولر كل شويه عمال يكلم الدكتور، طب هيعمل امتى، طب الاشاعه لسه كل شويه عملوا اشاعات وتليفونات واشاعات وتليفونات. بس انا واحد بتاعت اشاعه اسامه ابو علي يعني يعتبر الاصابه بسيطه، ان شاء الله تعدي على خير. اما بالنسبه لكولر في تدريب النهارده، طبعا كولر هيحط في اليمين حسين الشحات او بريستاو في الشمال، او ممكن يعكس ده في اليمين او ده في الشمال، بس في الغالب هياخد محمد طاهر هو في الهجوم. طبعا مش عاوز دافع بكهربا، لان كهربا ما لعبش 90 دقيقه. كهربا طبعا متعرفين ان مستواه قل، بيلعب اخر ربع ساعه 10 دقائق، ربع ساعه 10 دقائق. اما كان طبعا شايفين كهربا ان هو يعني لسه مستواه ما رجعش زي الاول، ينزل اخر 5 دقائق 10 دقائق. طبعا كهربا مش هيدوله شوط، يعني ممكن يدوله نص ساعه تلت ساعه، بس ممكن يلاعب محمد طاهر هجوم. طبعا ما قداموش خيار غيره، وممكن كهربا يشارك الشوط الثاني، بس ما فيش خيار غيره الحوار ده. انا بتكلم معاكم طبعا ده كله عم يكتبها مع اللعيبه. وطبعا بابا فاسيرو كاتب مع كل الناس في الاتحاد بيقول لك عم مفاجاه ضد الاهلي. الاتحاد عايز يعمل مفاجاه بكره قدام الاهلي، اما نشوف طبعا بابا فاسيرو يعمل عليه المفاجاه بتاعته هي. ده بخصوص الاهلي والاتحاد. اتحاد الكوره وافق على 7 أجانب إن هم يتضافوا من أول الموسم ده. 7 أجانب، يعني كده 7 أجانب إن الأهلي هيأيد علي معلول. 7 أجانب طبعا حلو النادي الأهلي، إن طبعا اتحاد الكورة وافق على إن 7 أجانب هيتضموا السنة دي. يبقى كده الأهلي عنده فرصة إن يجيب مهاجمين ويجيب جناح، كل تدعيم عشان يقطع الجناح والهجوم. في برضو عايز أتكلم معاكم إن سحب قضية كهربا دفع نص الشيك النهارده، والنص التاني هي اول اسبوع في يناير. ده بخصوص محمود كهربا. طبعا الشيك اتدفع الصبح، والتاني اول اسبوع في يناير. سمعت ان الاهلي اتنقل المباراة من استاد القاهرة لاستاد السلام، ويقع عشان استاد القاهرة فيه تصليحات. من اول ما مسكوا لسه ماسكين، ما يعتبر اتحاد الكوره لسه ماسك، اتحاد الكوره لسه ماسك جديد، ما بقولش 5 6 ايام، والمباراه اتنقلت مفيش لسه. اول القصيده كفر، انقل من هنا على هنا، وربنا يستر زي ما قلت لحضرتك قبل كده، ربنا يستر على اتحاد الكوره الجديد، ربنا يستر. اول القصيده نقل هنا ولسه الماتشات اللي جايه هياخدك من اسماعيليه ويوديك اسكندريه، ومن اسكندريه ويوديك اسماعيليه، مش عارف. اول ابو ريده، وانت هنا ابو ريده اهو لسه نقل المباراه عشان في تصليحات. طبعا الناس كلها متضايقه ان الاهلي طبعا اللعيبه ما ريحتش. طبعا انتوا عارفين اللعيبه الدوليه لسه يعتبر لسه منتظم على التدريب النهارده، لسه اللعيبه متجمعه النهارده وهتلعب بكره، اللعيبه ما ريحتش خالص، وكل الناس هايجه عشان مصطفى شوبير وقف امبارح.
مصطفى شوبير اتخانق مع عواد عشان ما رضيش يوقف. ايه المشكله يا عواد يعني ما توقفش يعني؟ مصطفى شوبير احسن منك، ايه المشكله؟ وصد حلو ولعب حلو قدام المنتخب، ايه المشكله؟ وكل الناس اللي ده مصطفى شوبير ده مش هياخد جايزه، ده مش احسن لاعب، لا احسن من محمد عواد. هو وقف في النهائي، وقف في النهائي قدام الترجي وخد البطوله. وقف اكتر من اكتر من محمد الشناوي في بطوله افريقيا اللي فاتت. الناس كلها متضايقه، ده محمد عواد، يا عواد عامل عشان جاب كاس افريقيه، كاس السوبر الافريقي للزمالك، ايه المشكله؟ احنا ما بنقلش من عواد، ما بنقلش من عواد. الناس كلها تزعل انت جاي تيجي على الزمالك، احنا ما بنجيش على الزمالك، بس ما بنقلش من عواد. بس مصطفى شوبير مش وحش، 10 على 10 مصطفى شوبير، وصد كورتين 100 100. ويعني احنا كلنا وراه. الحمد لله بقى عندنا شوبير تاني، وعندنا محمد الشناوي، وطلع لنا حمزه علاء. ايه المشكله؟ الناس كلها اقول لك حسام حسن جاي واستاذ احمد سليمان طلع لك انا مش هبعت لعيبه الزمالك المنتخب تاني، ما تبعتهمش يا سيدي، ما تبعتش. قال لك إيه، بس محمد شحاته اتصاب وهياخد 3 اسابيع. انا ببعت لعيبه المنتخب وتتصاب. طب احنا بعتنا امام عاشور اتصاب قبل كده مرتين، اتصاب وما لعبش ماتش افريقيا عادي. تزعلان ما تبعتش يا عم لعيبتك خالص. ما ايام كابتن حسن شحاته كان في 8 من الاهلي بيلعبوا، 8: الحضري، ابراهيم سعيد، وائل جمعه، محمد بركات، ابو تريكه، ومحمد شوقي، وسيد معوض، وعماد النحاس. 8 من الاهلي، واخد 2 من الزمالك، 8 يعني منتخب. واخد حسن عبد ربه من الاسماعيلي ايام حسن شحاته عادي، ايه المشكله؟ الاهلي يرجع احسن من الاول، وخد اللعيبه من الاهلي ومن اي حته. ادام اقول لك مش هبعت لعيبه، بيعمل فرق من الاهلي والزمالك، كلنا اخوات وحبايب. اللي مش هبعت وهبعت كلنا، كل الفرقه المصريه عشان خاطر منتخب مصر يعلى لقدام. كلنا ورا المنتخب، اهلي وزمالك واسماعيلي، كلنا اخوات. ما حدش يقول لك مش هبعت ولا مش هبعت وطالع كل الناس تقول لك مش هبعت اللعيبه. ليه يا عم؟ كلنا اخوات وحبايب، وكلنا هنا عشان خاطر المنتخب يطلع قدامه 10 10. انا بكلمكم يعني عشان صراحه متضايق من التصريح بتاع احمد سليمان، ضايقني بصراحه. ومش عايز الناس تزعل مني، انا ما بتحملش على نادي الزمالك. اللي خبر اللي بيجي بقوله، عشان ناس كتير زعلت مني بتيجي على الزمالك كتير، انت بتجيب اخبار وحشه. انا ما بجيبش اخبار وحشه على الزمالك، انا الخبر اللي بيجي بقوله. ما النهارده اخبار وحشه عن الزمالك. حد سمع حاجه على زيزو ولا اي حاجه على زيزو؟ ولا بتكلم على زيزو، العادي بتاعه ساكت، ولا في اي حاجه. بقالهم 9 ساعات المجلس سايب زيزو، ولا قال له تعالى امضي، ولا خد فلوس، ولا خد اي حاجه، سايبينه 9 ساعات. اللي كان بيكلمه كل نص ساعه، العقد هتمضي امتى؟ طب هتروح فين؟ طب هتمضي 40 مليون 60 مليون 50، ولا حد كلمه لحد دلوقتي هذا خالص. اول مره 8 ساعات ما حدش كلمه، 8 ساعات سايبينه خالص، ما حدش عارف يقول ايه. طبعا تصريح الاعلامي كابتن ايهاب الخطيب طلع قال لك ايه؟ ده تتوقع للاهلي. طبعا الناس كلها سخنت، وراح اسكندو منزل فيديو بقى. كلام مش كتير، احنا الزمالك هتسيبنا هتندم. اسال رضا عبعال، اسال مؤمن زكريا الله يشفيه، اسال ابو الكهريب. 2 الزمالك اغلى من الفلوس. شعار الزمالك ده ذهب. وبقول لك يا زيزو، انا السكوندو على الطلاق، لو رحت اي حته لا اجيب بيتك بلوجر. وبحذرك يا زيزو، الزمالك فوق اي حد. سيبك مش تشتغل دي والشغل ايه كباري. الاهلي مش هيشوفك يا زيزو، وعرش ربنا اديك طلقه على الطلاق، اديك طلقه يا زيزو. وبقولها بصوت عالي، يا زيزو يا الزمالك يا الموت، اصرف الروح. هضربك بالنار، هضربك طلقه، اضرب على وش نار، موته بقى بالعربيه، دوسه بالعربيه، خلوه خارج كده موته. ما بقتش كوره دي خالص خالص، دي ما بقتش كوره. طبعا انا بتكلم بانفعال عشان متضايق، مش عشان انا زيزو زملكاوي ونكرهه، لا احنا بنحبه ونحب ده وبنحب ده، كلنا اخوات. لكن يطلع يقول اموتك، حاجه صراحه بتضايق. ما تزعلوش مني، انا اتعصبت، بس انا صراحه انا متضايق يعني صراحه. التهديد طبعا انت. ده كان اخر فيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.